اكيد لفت نظرك قبل كده منتخب زي انجلترا، منتخب تحس دايما ان هو قوي، حتى الدوري المحلي بتاعهم من اقوى الدوريات عبر تاريخ اللعب، لكن المنتخب ملهوش تاريخ رغم انهم بيقولوا على نفسهم ان هم اصحاب اللعبه. طب ازاي صاحب اللعبه وانت تاريخك في اللعبه دي اصلا يعتبر لا يذكر؟ وهنا ممكن نقول ان الحكايه بدات. المنتخب الانجليزي معروف عبر التاريخ ان هو مهد كره القدم، حتى اول ماتش دولي اتلعب في التاريخ سنه 1872 كانت انجلترا طرف فيه ضد اسكتلندا، زائد ان انجلترا صاحبت اقدم بطوله في التاريخ واللي هي الاف اي كاب. ورغم كل ده بس في صدمه حصلت اثرت على الكره الانجليزيه بشكل عام، ودي كانت بدايه صدماتهم واللي حصلت يوم 15/5/1929. المنتخب الانجليزي قبل اليوم ده عمره ما خسر من منتخبات بره حيز الدول البريطانيه واللي هم اسكتلندا وايرلندا وويلز. وبالمناسبه الانجليز كانوا انسحبوا من الفيفا، وده معناه ان هم مش هيشاركوا في اول نسخه من كاس العالم واللي كانت سنه 1930. وساعتها الشعور والفكره اللي كانت مسيطره عليهم ان هم اصحاب الكوره، هم رقم واحد باي شكل وباي منطق وفوق اي حد، ولاغيين فكره التطور دي خالص. ودي كانت الخدعه، لان مع غرور المنتخب الانجليزي في منتخبات كانت في تطور مستمر، وكان ابرزهم منتخب زي اسبانيا. ومع اول ماتش جمع المنتخبين في اسبانيا على ملعب متروبوليتان وملعب اتلتيكو مدريد القديم كانت الكارثه اللي ما كانش حد مستوعبها. اسبانيا كسبت انجلترا 4-3، دي كانت كارثه لدرجه ان المراسل الانجليزي ما كانش عايز يكتب الخبر لانه مش متقبل النتيجه. واول شيء كانوا بيطالبوا بيه بعد الماتش ان هم يقابلوا منتخب اسبانيا مره ثانيه، وده طبعا عشان يردوا غرورهم اللي اتكسر. ولاغيين فكره ان هم يطوروا من نفسهم دي خالص، هو شيء مش في الحسبان. المطلوب دلوقتي ان هم يلعبوا اسبانيا تاني عشان يكسبوهم، وبيحصل فعلا سنه 31 لكن المره دي في انجلترا، وكان الانتقام جبار لان المنتخب الانجليزي كسب بسكور تاريخي 7-1. ومن بعد الماتش ده الانجليز ارتاحوا لانهم ردوا غرورهم وكسبوا اسبانيا، ومش بس كده ده كمان بنتيجه كبيره. وطبعا كل ده بيحصل والمنتخب الانجليزي بره الفيفا، وطبعا برضه ما بيشاركوش في كاس العالم. فكان ساعتها مين بطل كاس العالم؟ ايطاليا سنه 34. فالانجليز شافوا ان دول ما ينفعوش يكونوا فوق منتخبنا، فقرروا ان هم يلعبوا ايطاليا في انجلترا على ملعب الهايبري، ملعب الارسنال القديم، في اواخر سنه 34. وساعتها المنتخب الانجليزي بيقدر يكسب 3-2، لكن بعد معركه اتسمت ساعتها بمعركه الهايبري، لان مع اول دقيقتين لويس مونتي نجم منتخب ايطاليا اتصاب اصابه شديده وما كانش فيه تبديلات وخرج، ومنتخب ايطاليا بيلعب ب 10 لاعبين. ومع اول 12 دقيقه الطليان استقبلوا 3 اهداف، لكن جوزيبي مياتزا بيقدر يسجل هدفين رغم نقص العدد عشان يقرب النتيجه وتبقى 3-2 لصالح انجلترا. وهنا برضه زاد غرور الانجليز كالمعتاد، لان هم كده يعتبر حققوا رغباتهم في انهم يعرفوا العالم مين هو بطله الحقيقي بعد فوزهم على بطل العالم المزيف من وجهه نظرهم. لكن برضه بتعدي السنين وبتدور وبيتعمل كاس عالم 30 و34 و38، وبعد الحرب العالميه الثانيه سنه 49 المنتخب الانجليزي اخيرا قرر الانضمام للفيفا مره ثانيه والمشاركه في كاس عالم 50 في البرازيل. وساعتها المنتخب الانجليزي خد صدمه جديده، وده بعد ما شاركوا في مجموعه كان فيها اسبانيا والارجنتين وامريكا. في اول ماتش الانجليز قدروا يكسبوا الارجنتين 2-0، ودي ما كانتش المشكله، لكن الكارثه ان المنتخب الانجليزي خسر ثاني ماتش ضد امريكا 1-0 في ماتش اطلقوا عليه لقب معجزه العشب، لان حتى المنتخب الامريكي ما كانش بيمثله لعيبه كوره اصلا، المدرس وطباخ وواحد بتاع العاب قوه. والبركاله وصلت لانجلترا بنتيجه 1 امريكا 0 انجلترا، خلت الانجليز مش مقتنعين لدرجه ان هم فكروا ان النتيجه دي غلط وانها 10-1 لصالح انجلترا، وان البرقيه دي فيها غلط. ساعتها نشرت الصحف الانجليزيه ان انجلترا كسبت امريكا 10-1، لحد ما تاني يوم اقتنعوا ان النتيجه لا 1-0 لامريكا. والجوله الاخيره قدام اسبانيا خسروها هي كمان 1-0، وكده انجلترا بره المونديال. ومن بعدها الانجليز وصلوا السقوط في كاس العالم والخروج من 4 نسخ متتاليه. وبالمناسبه ومن ضمن الماتشات اللي اثبتت للانجليز ان هم عندهم جمود وفي عدم تطور عن غيرهم وكسرتهم اكتر كان ماتشهم ضد المجر اللي كان قبل مونديال 54. المجر كانت في افضل حالاتها وكمان كانوا ابطال اولمبياد 52. ساعتها الانجليز كالمعتاد عايزين يقابلوا المجر على ملعب ويمبلي عشان يكسبوهم ويستمروا في نفس النغمه الكدابه بتاعتهم. الماتش كان واخد اهتمام كبير قوي من اعلام الانجليزي، ساعتها حتى اطلقوا عليها لقب مباراه القرن، لكن الصدمه كانت كبيره عليهم لان المجريين غلبوا الانجليز على ملعب ويمبلي 6-3. ساعتها برضه ما كانوش مقتنعين وانهم ازاي يخسروا، وطلبوا يلعبوا ماتش تاني في بودابست عاصمه المجر، لكن المره دي كانت الضربه اكبر لان انجلترا خسرت بنتيجه كبيره وتقيله 7-1 ضد المجر، وبجانب كمان السقوط في المونديال. وهنا اتقنوا واقتنعوا اخيرا ان المشكله عندهم وفي تفكيرهم وفي عقليتهم. ساعتها ظهر السير ألف رامسي، الراجل اللي غير شكل وطريقه المنتخب الانجليزي 180 درجه. الراجل ده اول ما مسك المنتخب قرر ان مفيش لجنه فنيه، اللجنه دي كانت وظيفتها انها تختار اللعيبه اللي تنضم للمنتخب، وبعد ما اتلغت ألف رامسي هو بقى المسؤول عن اللعيبه اللي تنضم للمنتخب، عشان من وجهه نظره ان لما الاتحاد الانجليزي يجي يحاسبه هو يكون المسؤول عن اختياراته. الراجل كان بيخلق نمط لعب جديد للمنتخب مواكب مع تطور كره القدم. ساعتها كان مستقر على خطه 4-2-4، لكنه كان بيشوف ان دي تنفع مع الفرق الصغيره، لكن الفرق الكبيره بتحتاج لعيبه في الوسط اكتر لان لعيب زياده عليك ممكن يسبب لك الخساره. وبقى بيلجأ لخطه 4-3-3 وجرب الخطتين اكتر من مره ونقى كل اللعيبه اللي يحتاجها وهتخدم تشكيلته وخططه. وقبل كاس عالم 66 واللي كان هيتلعب في انجلترا
ألف رمسي عمل حركه مخادعه للخصوم، وانه هيلعب بتشكيله ال4-2-4 واللي هم عارفين ثغراتها وحفظوها وبيقنعهم اكتر انه يكمل بيها لما دخل اول ماتش من المونديال قدام الاوروغواي ولعب بيها لكنه تعادل. بعدها قلب على 4-3-3. ساعتها انجلترا قدرت تعدي دور المجموعات متصدرين ب5 نقط وقدروا يكسبوا الارجنتين 1-0 في ربع النهائي، وفي نص النهائي قدروا يعدوا برضه البرتغال بعد ما كسبوهم 2-1، وفي النهائي بعد ظلم واضح قدروا يكسبوا المانيا الغربيه 4-2. واخيرا منتخب انجلترا توج بطلا لكاس العالم 66 على ملعب ويمبلي، ودي كانت البطوله الاولى والاخيره للانجليز على مر التاريخ. بعد المونديال الراجل شاف ان 4-3-3 ناجحه فما عادش هيغير، حتى هتكون بنفس اللعيبه، وهنا رجعنا لنقطه الصفر من جديد. التطور اللي عملوه مش عايزين يكملوا عليه، طالما في شيء نجح ما عادوش عايزين يغيروه، وده كان عكس العالم اللي كان حواليهم. الكره والتكتيكات بتتطور يوم عن التاني والانجليز محلك سر. في مونديال 70 في المكسيك انجلترا بتقدر تعدي دور المجموعات، لكن عشان يقابلوا المانيا الغربيه من جديد في ربع النهائي. بعد ما كان المنتخب الانجليزي متقدم 2-0 بيحصل سيناريو مجنون والمانيا الغربيه بتعمل رومونتادا وتكسب 3-2 عشان تكون انجلترا بره المونديال. وبعدها في تصفيات كاس عالم 74 انجلترا كانت محتاجه تكسب بولندا على ويمبلي عشان تصعد للمونديال، لكن الماتش بيخلص بالتعادل، وده كان اخر مسمار في نعش ألف رمسي، عشان بعدها يتم اقالته واتهامه انه اصاب الكره الانجليزيه بالجمود والملل. وده يفسر لك ليه منتخب انجلترا كان متاخر عن بقيه الفرق، حتى لما بقوا بيوصلوا منصات التتويج ما عرفوش يستمروا في نفس المستوى. وبالمناسبه الفيديو ده جاي فيه معلومات كتير من كتاب اسمه انتومي في انجلاند، ترشيح المنتخب الانجليزي للكاتب الانجليزي الكبير جوناثان وينسو، وده للناس اللي بتطلب المصادر. وهنا تكون نهايه الفيديو، اتمنى تعمل لايك وفولو هنا وهناك عشان يوصلك الجديد ان شاء الله.